السلام عليكم. هذا المقطع للفضلاء أئمة المساجد أو المؤذنين إذا خلفوا الأئمة في الصلاة في الإمامة. أنا لما أصلي خلف إمام ويطيل في القيام في القراءة أشعر بلذة في الصلاة ولا شك، وكذلك الإمام ما أطال في صلاته، طبعا الإطالة المنطقية الموافقة للسنة وعدم الإطالة المفرطة أقصد. فإذا وفقك الله لإطالة القيام والقراءة، فترى أيضا من السنة أن تطيل أو أن تعطي السجود والركوع والرفع والاعتدال من الركوع بعد الركوع، أن تعطيها حقه، لأن تمام خشوعك في القراءة والقيام يعني يفترض أن يتوافق أيضا مع الخشوع وتمام الطمأنينة في الركوع والسجود. البراء بن عازب يقول: رمقت صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوجدت قيامه فركوعه فاعتداله فسجوده فرفعه من السجدتين أو اعتداله بين السجدتين قريبا من السواء. يعني قيام النبي عليه الصلاة والسلام وركوعه وسجوده واعتداله من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء، خلا القيام والقعود اللي هو قبل التشهد. يعني الشاهد أنه قبل التشهد والقيام تكون يعني أعلى أو أزود بقليل من القيام من غيره من الأركان والواجبات. وبالتالي إذا وفقك الله للقراءة والاستمتاع وأن تقرأ وتلتذ بإطالة في الصلاة، الإطالة عدم المفرطة، فلا تنسى أن توازن بين هذا، لأن هذا أيضا من السنة. بعض الأئمة يسأل يقول: كيف أنا عندي إشكالية في عدم ضبط توازن الركوع والسجود والرفع؟ فأقول دائما اضبطها بعدد معين، فرضا بالسنة ب3 تسبيحات، لكن احرص ألا تبدأ التسبيح أو ألا تسرع فيه أولا، ثم اعلم أنك إذا سجدت وبدأت تحسب أو تدعو سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ما زال المصلون من خلفك يعني يهون إلى السجود، فأنت بالنسبة لك يعني أتممت 3 تسبيحات وهم بالنسبة إليهم يمكن ما بدأوا التسبيحة الأولى، فلا تستعجل واطمئن. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ثم ارفع. مثلا في صلاة التراويح أو القيام مثلا يعني تضبطها ب10 تسبيحات، وهكذا تستطيع بإذن الله أن توازن وتعرف المقدار المناسب في القيام وفي الركوع في السجود في الاعتدال من الركوع وقبل التشهد. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم يا رب اتباع السنة. هذه بالمناسبة يعني وصية لي ولإخواني من الأئمة والمؤذنين وغيرهم ممن من الله عليهم ب يعني الإمامة والخطابة والأذان وغيرها من الوظائف الشرعية. أحيانا قد يعني يغلبنا الشيطان من حيث لا نشعر، ويلبس علينا من حيث يعني لا نشعر بإطالة مثلا الصلاة أو إطالة القراءة أو مثلا تحسين الصوت من باب تحقيق الواجب أو السنة، ولكن أحيانا يكون الدافع غير ذلك، أو تشوب النية ما يشوبها من يعني حظوظ النفس. في هذا المقام أتذكر مقولة جميلة للشيخ الإسلام ابن تيمية حينما قال: وما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه ظانة أنها تفعله لوجه الله. وبالتالي ليكن إطالتك عدم المفرطة، طبعا الإطالة عدم المفرطة في الصلاة أو طول القيام والقراءة أو تحسين الصوت وغيرها من يعني من الأمور التي تتعلق بتطبيق السنة، لتكن خالصة لوجه الله. ولذلك متى يعرف الإنسان هل هو مخلص لوجه الله أو غير ذلك؟ إذا مثلا وجد في نفسه محبة الإطالة في القراءة وتحسين الصوت والترتيل وتجميل الصوت، ثم نقر السجود والركوع مثلا، أو استعجل في أركان الصلاة وعدم الطمأنينة، أو إذا كانت الصلاة سرية لم يلتذ بالقراءة فيها. فهذه نقاط مهمة جدا أن يراجع الإنسان نفسه، خاصة ممن يعني وفقهم الله للوظائف الشرعية. أسأل الله يا رب أن يصلح قلوبنا.